السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عادل، قناة خبير أسرار وخام الجرانيت. يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوع الفيديو بتاعنا هنتكلم على أسعار الجرانيت المستورد في مصر. طبعا أسعار الجرانيت المستورد يبقى هنتكلم في البداية على الجلاكسي، البرديسيو، الكشمير، كشمير الجولد، كل الحاجات اللي هي مستوردة. طبعا في منها شرايح وفي منها طاولات. الشرايح طبعا العروضات بتاعتها بالنسبة للحاجات دي طبعا باستثناء الجلاكسي مفيش مشكلة في العرض بتاعه، لكن البرديسيو، الكشميرات، الكشمير الجولد، الكلام ده بيبدأ من 60، العرض بتاعه 80 90، بيوصل لحد متر، وفي ممكن حاجات بتوصل متر و5. طبعا التدريجة دي كده ليها أسعارها، كل حاجة فيها ليها أسعارها. دي حاجة. الحاجة التانية هنتكلم بالنسبة للجلاكسي. اللي بيفرق فيه أطواله، يعني في حاجات متر، في حاجات متر وعشرين، في حاجات 130 140 150 160 لحد وانت طالع. طبعا كل حاجة في دول لحد مثلا 130 ليها سعر، مثلا ممكن يبقى 1300. لحد مثلا 170 ليه سعر ممكن يوصل 1450 مثلا 1500، على حسب. الأسعار دي أسعار خامة، أسعار خامة على الأرض لسه ما اتعملش فيها أي حاجة. تمام. طبعا لو هنتكلم بقى في أطوال 2 متر 3 متر 3 متر ونص 4 متر، كمان ممكن نوصل 4 متر في الجلاكسي مفيش مشكلة. متر ممكن يوصل 1700 1800. ده سعر خامة محطوطة على الأرض لسه ما اتعملش فيها، ما اتقطعتش، ما دخلش فيها مكنة لسه. دي حاجة. طيب أسعار الطاولات تختلف عن أسعار الشرايح؟ طبعا تختلف، لأن في حاجات في المطابخ أو في المقاسات ممكن ما ينفعش فيها الشرايح خالص، يعني مقاساتها ما تجيبش اصلا، فلازم اشتري طاوله. طيب الطاوله اسعارها ايه؟ الطاوله اسعارها الضعف على طول، يعني اي طاوله في اي خامه هتلاقي سعرها الضعف، بالذات في الخامات المستورده. تمام. يعني لو في حاجه ب 1500 الناحيه دي، هتلاقي الناحيه التانيه 3000 جنيه في الطاولات. هي المستورد كده، يعني عشان الناس بس يبقى واخده بالها. احنا بنشرح والفيديو بتاعنا يورينا الصور ويورينا الخامات عامله ازاي. تمام. ده بالنسبة للشرايح والطاولات. طيب المقاسات الشرايح زي ما قلنا قبل كده 60 80 90 متر، ممكن متر و5. ده بالنسبة للبرديسيو والكشمير والكلام دوت. طيب الحاجات دي أسعارها إيه؟ الحاجات دي برضو أسعارها بتبدأ من اللي انتهى منه الجلاكسي، يعني بتبدأ من اللي انتهى منه الجلاكسي. حاجات بتبدأ من 1700، حاجات بتبدأ من 1600، ده في البلد. وفي حاجات بتبدأ من 2000، وفي حاجات بتبدأ من 2500. ده بالنسبة للبرديسيو والكشمير والكشمير الجولد والحاجات دي كلها. ده بالنسبة للأشكال دي والحاجات المستوردة دي. طبعا في حاجات أوفر، في حاجات أسعارها أعلى من كده بكتير، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الحاجات اللي هي في المتناول. طبعا هي أسعارها عالية لكن هي دي اللي لما بحب أعمل حاجة فخمة هي دي اللي في المتناول دلوقتي. طيب كل المقاسات، بالنسبة لكل المقاسات في البرديسيو أسعارها زي ما قلنا قبل كده. طيب لما انا اجي اشتغل مطبخ، ايه المطلوب مني عشان اشتغل مقاساته؟ انا طبعا عندي ال60 متوفر في الخامة دي، ممكن يكون مش متوفر في خامة تانية. طيب هل ال60 ده هينفع معايا؟ هيجازي معايا المطبخ بتاعي؟ انا ممكن اقطع مثلا المطبخ بتاعي على 54، ده بيبقى اقل عرض في المطابخ 54. طب هل ال60 هينفع معايا؟ لا مش هينفع معايا، فهضطر اشتري ال80. عشان بس الناس تبقى عارفة ليه الاسعار بتاعة المستورد بتبقى اوفر شوية. طيب هشتري ال80، اصبح ان انا هشتغل 54 وهعمل مرايه من 8 ل 10، بقت من 10 بقت 64. طيب كل اللي نازل ده رايح فين؟ رايح في الهدر. طب الزبون لو عايز تخانات او مش عايز تخانات للمطبخ، بيفرق الموضوع بقى هنا. بيفرق ان هو بياخد الشريحه اجمالي على بعضيها، بياخد ال80، بيتحسب له ال80، عشان الناس تبقى واخده بالها من الدنيا ماشيه ازاي. طب لو مش هياخد كل اللي نازل ده بعد ال 64 سم او ال 65 سم، ده كل ده هدر، كل ده محسوب على سعر المتر، عشان الناس تبقى واخده بالها من السعر المتر بيوصل للرقم ده ليه، عشان الناس بس تبقى عارفه الموضوع ماشي ازاي. دي حاجه. طيب تفاصيل بقى اسعار المتر المربع بالنسبه للمطابخ.
يعني بالنسبه للمطابخ انا بشتغل متر مربع، كل الشغل عندي متر مربع، مفيش حاجه اسمها متر طولي. ما ينفعش اشتغل متر طولي خالص في المطابخ بما يرضي الله يعني. دي حاجه. طب في حاجه تاني، في حاجه تاني بالنسبه لتفاصيل بقى، تفاصيل جوه الاسعار. يعني تفاصيل جوه الاسعار. طب ليه بقى المتر بيوصل كده بخلاف الهدر اللي بينزل؟ طيب احنا عندنا طبعا قطعيه، يعني هنتكلم على بنود المتر، البنود اللي بتخش في سعر المتر. البنود اللي بتخش في سعر المتر قطعيه. طبعا قلنا الهدر، المشال من المعرض للورشه، العامل، الصنايع اللي شغاله، التركيب، الصاروخ، السنافر، الكلة، كل الحاجات دي. معلش يعني انا بشرح الحاجات دي ليه؟ عشان كل الحاجات دي بتضاف على سعر المتر، ولازم طبعا يكون في مكسب، دي معروفة مفيش مشكلة فيها. لكن ليه المتر بيوصل كده؟ هو عشان المتر مثلا لما اجي اعمل متر ب 1500 جنيه، يبقى مثلا هينزل منه 10% هدر او 8% هدر. نحسب بقى ال 10% هدر في ال 1500 جنيه ب 150 جنيه، ده بيتضاف على سعر المتر. احنا بنحب نوضح للناس كل التفاصيل عشان الناس تبقى واخده بالها. ده بالنسبه للهدر، الهدر بس. طب لو المتر واصل 2500 جنيه نفس الكلام. يعني احنا شرحنا ان لو انا عندي 64 سم او 65 سم، في عندي 15 سم هدر من ال 80 سم. طب لو انا عايز اشتغل 64، لو انا عندي مثلا مطبخ عرضه 64 سم، 64 سم يبقى هشتغل على ايه؟ على ال 80. طب لو هو عايز تخانات، يعني لو العميل عايز يشتغل بتخانات ال 64، طب هنضطر ازاي؟ اعمل ازاي مرايه واجيب منين تخانات؟ يبقى هضطر اشتغل على ال 90 يا اما اشتغل على المتر. ده بالنسبه لل 64، العمق ال 64. اما بالنسبه للارضيات والحوائط والكلام ده، ده مش هيفرق في الهدر كتير، لان احنا هنشتغل على مقاسات الشرايح. يعني لو عندي 80 هشتغل 80 في 80، لو عندي 60 هشتغل 60 في 60، وهكذا. ده كان نهاية الفيديو بتاعنا، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنى منكم مشاركتكم للقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.